السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد وفي وصفه جديده. وهذا السيجار اللي غنشارك معكم اليوم لي سيجار رائع بالفرomاج. وهذا السيجار صورته النهار، صورت التحليه. كنتمنى تكون جربتوا هذيك التحليه، راه كتجي رائعه. الا جربتوها كونوا متاكدين غتعاودوها كما كندير انا. هي اللي ولات معتمده عندي. ندوزو دابا نشارك معكم المقادير والطريقه. راه هاد السيجار الصراحه الا جربتوهم راه رائعين. غنخدموا بهذا الفرomاج اللي داير الضجه. غندوز دابا المقادير على بركه الله. غنحتاج هنا 200 غرام من هذا الفرomاج. ضروري تعبروه باش يجيكم المقادير مضبوطه. كما كتشوفوا هذا هو الفرomاج اللي خدمت به، راه داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي وراه متوفر في الاسواق. انا خديته هنا من بيم. بالنسبه للثمن اللي بغى يعرف الثمن 53 درهم. غنحتاجوا صفر بيضه، نص معلقه كبيره ديال النشا او الدقيق. غنحتاج هنا الفرomاج. انا غنوريكم الماركه اللي خدمت به، حتى هو خديته من بيم. خليط ما بين موتزاريلا وفرomاج احمر كما كتشوفوا. اللي متوفر عندكم تقدروا تخدموا به، اما فرomاج احمر ولا موتزاريلا ولا كان عندكم هذا النوع خدموا به. وغنحتاجوا القليل من الزعتر. تقدروا تزيدوا لي زيبينات، تقدروا تزيدوا لا دان فيمي، يعني هذه وصفه بحال هكا لا باز، وتقدروا تضيفوا اضافات الا بغيتوا. مي بحال هكا حتى هو راه كيجي رائع. ندوز دابا للطريقه. غندوزو للطريقه. غنضيف هنا شويه ديال الابزار. وبالنسبه للملحه غتشوفوني ضفتها، من الافضل بلا ما تضيفوها. نسيت ضفتها، نسيت بان انا عندي الفرomاج مالح ديال الفرomاج احمر والموتزاريلا. وبالنسبه للسر ديال هاد البريمات باش ما كيذوبوش لكم، ما كتخرجش لكم العماره من الورقه، هي هاد نص معلقه كبيره ديال النشا وهاد صفر بيضه. غنخلط الخليط مزيان. من الافضل تخلطوه بشي فرشيطه باش يتخلط لكم دغيا. ومن بعد غنضيف الزعتر اللي غنحكو بين يديا. وفي الاخير غنضيف الخليط ديال الفرomاج ما بين فرomاج احمر وموتزاريلا. وغنخلط الكل جيدا. عندي هنا ورقه البسطيله كبيره، هي اللي غنخدموا بها هذا السيجار. غناخذهم، غنحيدوا هاد النواشف كما كتشوفوا، راه كاينين الجناب ناشفين ضروري تحيدوهم. غنطويو البسطيله على 2 ونعاود نطويوها على 4 باش يجيونا مثلثات بحال هكا مقادين. غنعلمها ونقطع كما كتشوفوا في الفيديو. كما كتشوفوا كناخذوا دابا الورقه كندهنوها قبل بالزيت. انا كانت عندي مدهونه، ولكن من الافضل عاودوا دهنوها باش تجيكم مقرمشه في الفران. كناخذ واحد الكميه ديال الجبن، تقريبا واحد 2 معالق صغار. غلطت بقيت كندوي بحال هكا ونسيت. خصنا نجيبوا هاد الطرف هو الاول باش نجمعوا الاطراف الجانبيه باش كيجيونا لي سيجار مقادين. كما كتشوفوا في الفيديو راه الطريقه راه سهله. واللي كتخاف يتحلوا ليها من الافضل دهنهم هكا ببياض البيض او الماء والدقيق الخليط ديالهم. انا مع غنطيبهم في الفران، ولكن اللي غتقليهم ضروري تسدهم باش ما يتحلوش ليها في القلي. غنبقى بحال هكا تنكمل الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه للكميه ديال 200 غرام ديال الفرomاج خرجت ليا 14 سيجار. غتحتاجوا تقريبا رابعه ديال الورقه ديال البسطيله. انا كنت جبت نص كيلو. غنضاعف دابا الحشوه، غنصايب حشوه اخرى باش نكمل بها الورقه كامله اللي عندي. وقبل ما ندخلوا هاد لي سيجار الفران من الافضل ندخلوهم للثلاجه تيشدوا في راسهم مزيان، ونخرجوهم ندهنوهم بالزيت وندخلوهم الفران اللي يكون سخناه من قبل. دابا غنوريكم الشكل النهائي ديالهم. طبيعه الحال في الفران كيكون الشكل ديالهم شويه مغاير، ماشي بحال القلي كيبقى الشكل ديالو مزيان. خليكم مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال السيجار من بعد ما خرجناه من الفران. كما كتشوفوا راه ما دايبش، ما كيخرجش من الجناب نهائيا. كانت عندنا معاناه، ولكن السر ديال هذا السيجار باش ما كتخرجش الحشوه من الداخل
هي هذيك صفار البيضه اللي كتجمع الخليط ونص معلقه كبيره ديال النشا. كما كتشوفوا الشكل ديالو من الداخل كي كيجي. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه. الا عجباتكم ما تنساوش بارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله. الى فيديو جاي ان شاء الله وصفه جديده.